تعالوا بينا هنعمل بسكوت خطير مملح كده ومقرمش يجنن. كوباية دقيق، نص معلقة صغيرة سكر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وربع معلقة ملح. هقلبهم كويس مع بعض وانزل عليهم بمعلقة كبيرة مليانة سمنة. حلو قوي. هعمل ايه بقى؟ بطراطيف صوابعي كده، وهفرك بقى السمنة بتاعتي مع الدقيق لحد ما يبقى الخليط بتاعي ده بقى زي الرملة المبلولة كده بالظبط. ايوه كده، شايفين؟ هدعكه كويس جدا جدا. نص كوباية لبن وهنزل بيها واحدة واحدة لحد ما الم العجينة. تاخد اكتر تاخد اقل، مش مشكلة، لحد ما العجينة تتلم معاكي. تمام. تمام، هلم بقى العجينة بتاعتي كده ونشوف شكلها ايه. من نوع دقيق لنوع دقيق بيختلف، فممكن تاخد لبن اقل لبن اكتر. خلي جنبك وزودي لحد ما العجينة تلم معاكي. كوباية دقيق هنعمل 55 قطعة بسكوت مملح خطير مقرمش. تمام، العجينة بتاعتي اتلمت، ممكن اسيبها ترتاح 10 دقايق وبعدين ابتدي فيها على طول. حلو جدا. هخرمها كده بالشوكة زي ما احنا شايفين، وبعدين هجيب اي قطعة موجودة عندك. كوباية صغيرة، عايزة تقطعيها مربعات بالسكينة براحتك خالص. تمام، انا عندي القطاعة كده شكلها وردة كده جميلة و قطعت لي كده. ممكن كمان نرش شوية ملح زي ما انا هعمل في بقية العجينة على العجينة شوية بس بسيطة كده، واروح مقطعة على طول بالقطاية. يعني بعد ما تفرديها رش شوية ملح عشان يبقى مملح كده يعني، والملح يبان عليه، وهوريهولك في الفيديو. جبت الصاج بتاعي، يا اما تدهنيه الصينية بتاعتك يعني تدهنيها زيت خفيف خالص، يا اما تحطي ورق زبدة. مش هياخد في الفرن، مش هيكمل 10 دقايق، وهيطلع معاكي مقرمش وخطير. ومن جوه ما اقولكوش على جماله، بجد تحفة. كوباية دقيق واحدة عملنا حوالي 55 بسكوتة صغيرة مقرمشة خطيرة.